شلونك يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان. يحدد الإمام إذن مسؤولياتنا ما هي. أصبحت يعني يقول له: شلون حالي؟ ماكو سمي يسوي مقابلة تلفزيونية مع بعض المواطنين، يقول له: شلونك؟ يقول له: بالضيم. وهي حقيقة مؤلمة. لماذا العراقي بالضيم؟ ليش؟ ايش عايز العراقي وجوابه يكون بالضيم؟ مو أغنى بلد بالثروات، مو أفضل موقع بالعالم للعراق، مو الحضارات تأسست بالعراق، مو مهد الأنبياء بالعراق، مو مراقد المعصومين بالعراق، مو العلماء والمرجعية والكل بالعراق. ايش عايز العراق؟ والمواطن العراقي تقابله بالتلفزيون يقول له: شلونك؟ يقول له: بالضيم. ليش بالضيم؟ مشكلة وين؟ خلينا نفكر بيها، مو نشوف التلفزيون وندير وجهنا ونروح. هذا تحميل مسؤولية. هذا من يروح هذا المواطن المسكين اللي يجاوب بالضيم؟ غيرنا أولياء أموره المسؤولين عنا، وكلنا مسؤولون. هذا أريد أصل إلى هذه الحقيقة.